بعد يوم واحد من وفاة الفنانة السورية الشابة إنجي مراد البارحة الأحد 9 فبراير، بيعلن اليوم زوجها سامر وفاة ابنهن. وكتب سامر بمنشور: لحقها وتركني لوحدي، وبيضيف: ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله، شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها يلي كانت ناطرته بشوق، واليوم ابني علي سامر لحقها وتركني لوحدي بهالعالم، كأنه روحي راحت معهن وما بقى لي غير ذكراهم والدعاء، الله يرحمكم ويجمعني فيكم. وتوفيت امبارحة الأحد الفنانة إنجي مراد بعد أيام من دخولها للعناية المشددة بسبب تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض بالرئة، وبنفس الوقت كانت حاملة بطفلها بشهرها الخامس، وكتبت وقتها منشور: سامحوني أنا عم بحتضر. إنجي كانت وحيدة لأهلها وما عندها غير بنت وحدة، أما اليوم وللأسف زوجها سامر بينعي وفاة طفلها علي يلي عمره أقل من 24 ساعة، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. مع هالخبر بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.